واحنا شخصيا كلنا ثقه فيك، لان انا شخصيا قريب منك جدا وعارف قد ايه امكانياتك عاليه جدا فنيا. يعني انا عايز اسالك سؤال بس، هل انت حضرتك النهارده احنا يعني الحمد لله بتثبت يوم بعد يوم كفاءتك وكده، لكن ان شاء الله رب العالمين حضرتك في لحد اخر الموسم ولا في حد جاي او حد يعني اتفقتوا مع ايه من مجلس الاداره؟ لا هو حته يعني اللجنه انا قعدت معاهم وقرروا ان انا يعني امسك لنهايه الموسم، يعني بانتهاء الموسم دي الفتره اللي انا ماسكها، وانا تحت امر النادي الاهلي. انا من ولاد النادي الاهلي وانا عندي 10 سنين. تدرجت في فرق الناشئين ثم الفريق الاول، فانا تحت امر النادي. يعني اللي يتراءى ليهم شايفينه انا تحت امرهم. نعم. وانا توليت المسؤوليه بناء على قرارهم، وبالتالي احنا لابد يعني يعني النادي الاهلي لما يلجا لينا لابد ان احنا نكون موجودين. ثقه طبعا من ربنا سبحانه وتعالى، وثقه من لجنه الكره ومجلس الاداره في محمد يوسف، وبالتالي انا بشكرهم. وهو القرار لغايه نهايه الموسم يعني. تمام. يعني كابتن محمد، اخر سؤال هساله لحضرتك عشان انا عارف ان حواليك ناس كتير، ولكن حضرتك فضلت عدم الاستعانه باي وجه جديد داخل الجهاز ولا ممكن يتحط خلال الفتره القادمه؟ الحته دي انا اتكلمت فيها مع اللجنه، وفي نفس الوقت انا بقولها تاني ان انا كان عندي وقت ضيق جدا. انا امبارح مسكت وبعدين النهارده عندنا ماتش، وبعدين يومين ثلاثه عندي ماتش تاني، فمش عايز استعجل في ضم اسم من الاسامي. انا بدرس طبعا اسامي قدامي، وفي نفس الوقت عندي بريك او عندي فتره اللي هي بعد يوم الاحد ان شاء الله، بعد يوم 12 عندي 12 يوم لمباراه امبي. ان شاء الله نكون خدنا قرار في الحته دي وربنا يوفق ان شاء الله. عموما كابتن محمد يوسف المدير الفني للنادي الاهلي، اشكرك شكرا جزيلا والف مبروك على هذه المباراه. عايز اقول لحضراتكم خبر مهم جدا.